الحاجات الصعبة هي اللي هتغير حياتك. ازاي تتغلب على التحديات؟ في حاجات كتير بنمر بيها بنحس انها صعبة أوي، زي انك تتعلم حاجة جديدة او تاخد قرار مهم او حتى تبدأ حاجة بتخاف منها. بس صدقني الحاجات الصعبة دي هي اللي فعلا هتغير حياتك لو قدرت تواجهها وتتغلب عليها. كل واحد فينا مر بتجربة صعبة وموقف خلاه يحس انه مش قادر يكمل او انه مستحيل يوصل للهدف اللي نفسه فيه. بس هنا بيجي دور القوة الداخلية اللي جوانا. يعني مثلا فاكر لما كنت بتحاول تتعلم انجليزي وكانت كل كلمة جديدة بتحسها معجزة، او لما بدأت تذاكر منهج كبير في وقت قليل وحسيت انك مش هتلحق؟ الحاجات دي كانت صعبة، بس لما ركزت وكملت فجأة لقيت نفسك عديت الموقف ده بنجاح. الموضوع كله انك تخرج بره منطقة الراحة بتاعتك وتواجه التحدي ده. طب ليه الحاجات الصعبة هي اللي بتغير حياتك؟ لانك لما تواجه الصعب وتنجح فيه بتكتسب ثقة كبيرة في نفسك، تبدأ تشوف ان مفيش حاجة مستحيلة. زي مثلا لما واحد يبقى عايز يخس 10 كيلو بيشوف ده صعب جدا في الاول، لكن بعد اول شهر من الالتزام بالاكل الصحي والرياضة بيبدأ يشوف فرق وده بيحفزه يكمل. خلينا نديك امثلة تانية. لو بتفكر تبدأ مشروعك الخاص تحس في الاول انه صعب وخطر، لكن لما تبدأ تخطط وتدرس خطواتك كويس هتلاقي إن التحديات بتقل واحدة واحدة. أو لو بتتعلم لغة جديدة البداية هتبقى بطيئة ومتعبة، بس لما تلتزم بالمذاكرة اليومية وتسمع اللغة كتير هتلاقي نفسك بتتطور. الفكرة كلها إن كل حاجة كبيرة وصعبة في الأول، لكن لما تتحدى نفسك وتخرج بره منطقة الراحة هتلاقي إن الحاجات اللي كنت شايفها مستحيلة بقت واقع. خليك دايما فاكر إن الحاجات الصعبة هي اللي هتغير حياتك وتخليك أقوى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تشوف فيديوهات أكتر، وشير الفيديو مع حد محتاج يسمع الكلام ده.